السلام عليكم ورحمة الله أصحابي وأخواتي، إزيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم سُمى من قناة مغامرات الخرز، والنهارده هنشتغل مع بعض على الفريم النُص دايرة اللي أنتم شايفينه ده كده. ده فريم أنا جايباه ب140 جنيه. تمام، ده جايباه ب140، جايباه من أفيونة في المنشية في إسكندرية، لو حد من إسكندرية وحابب إن هو يجيبه. هاقول لكم دلوقتي المقاس بتاعه قد إيه، بس الأول عايزة أقول لكم بصراحة ما كنتش ناوية إن أنا أصوّر معاكم الفيديو، وكنت ناوية أشتغل الشنطة مع نفسي يعني كده، وبعدين قُلت لمّا عملت الجزء ده، لمّا وصلت لحد نُصّه كده، قُلت يعني أشتغل معاكم الشنطة، علشان في ناس كتير بعتت تسألني الفريم بنشتغل عليه إزاي. بُصّوا أنا مش هاكدب عليكم، في الجزء ده جرّبت كذا طريقة إن أنا أعمل بيها إن أنا أحُط بيها الخرز هنا. تمام، علشان يقدر يعني أو يرضى إن هو يدّيني الشكل بتاعي يبقى مفرود زي ما أنتم شايفين كده، ما يبقاش فيه اعوجاج، ما يبقاش فيه خرز طالع ونازل، أو سطر طالع ونازل زي ما أنتم شايفين. بسم الله ما شاء الله القطعة كلّها يعني مستقيمة شبه بعضها بالضبط أهي. تمام، فالمهم جرّبت كذا طريقة وخلاص، أول ما وصلت لطريقة معيّنة ولقيتها كويسة معايا وماشية معايا، قُلت أكمّل معاكم الجزء التاني ده، لإن إحنا الجزء التاني ده هنعمله بنفس الطريقة دي بالضبط. تمام، طيب أول حاجة هاجيب خيط. قصّيت جزء من الخيط أهو، وأول حاجة بس عايزة أقول لكم أنا باشتغل خرز ده كريستال بلاستيك مقاس 10، كريستال بلاستيك مقاس 10. تمام، وهاشتغل معاه بخيط مقاس 60، خيط مقاس 60. تمام. مقاس الفريم ده قد إيه؟ مقاس الفريم 20 سنتي، 20 سنتي، بتقيسوا من أول هنا لحد هنا كده. تمام، بالمسطرة كده أهو، وتشوفوا الفريم أول بتاعكم قد حاجة أنا إيه. هاشتغل من تحت هنا، هاشتغل من تحت، فبالتالي هاجي على وش الفريم زي ما أنتم شايفين الأخرام دي كده، هاروح مدخلة الخيط بتاعي، طرف خيط فيهم هادخله في أول فتحة كده. بصوا شايفين إزاي أهو كده. تمام، أشد شوية وأمسك الطرف التاني. هاعمل إيه؟ أول حاجة بصوا أدي أول فتحة أهي. تمام، هاسيب الفتحة اللي بعدها، هاسيب الفتحة اللي بعدها وادخل طرف الخيط التاني في الفتحة رقم 3، بادخل طرف الخيط التاني في الفتحة رقم 3 واطلع كده من الناحية التانية. بصوا هيبقى بالنسبة معايا الشكل ده كده اهو، الطرف الخيط بتاعي طالع من اول فتحة هنا، وكمان طالع من الطرف التاني، طالع من تالت فتحة لجوه زي ما انتم شايفين كده. هقلب كده الفريم بتاعي بالشكل ده كده اهو، وهساوي طرفين الخيط مع بعض. بصوا اول حاجة هساوي بس طرفين الخيط مع بعض. اعتقد كده ممكن تشوفوا شوية اهو. هاتني الخرز ده كده الناحية التانية علشان تبقوا شايفين اهو، تقلي كده هيبقى احسن. بصوا يا جماعة، انا هنا طرفين الخيط تاني هقول تاني، طرفين الخيط بتوعي طالعين من الفتحة اللي هي الاولانية والفتحة رقم 3. هاخد طرف الخيط اللي من بره اللي هو ناحية اليمين، ناحية اليمين ده هحط فيه 3 خرزات اهو، 1 2 3. تمام، 3 خرزات. هرجع كده تاني بالخيط في اخر خرزة انا حطيتها بالشكل ده كده، هطلع طرف الخيط التاني. خلاص اهو، انا كده طلعت طرف الخيط التاني. شايفين العقده اللي اتكونت دي؟ هبتدي ان انا اشد كده، بس قبل ما اشد كده هعمل ايه؟ هاخد طرف الخيط اللي من تحت اهو، طرف الخيط اللي من تحت ده هرجعه تاني فين؟ هرجعه تاني، هنزله كده تاني فين؟ في تالت فتحه انا مطلعه منها الخيط. بصوا يعني انا مش، انا قلت لكم هنا ادي اول فتحه ناحيه اليمين اهي، ده 1 2 3، التالتة دي طالع منها طرف الخيط ده اهو. تمام، انا هرجع فيها الخيط تاني، هنزله لتحت كده وابدا اشده كامل. بصوا هبتدي كده اشد كده كويس قوي وادخل العقده جوه الخرزه، بتاكد ان العقده دخلت فين؟ دخلت جوه الخرزه. بصوا بقى معايا بالشكل ده كده اهي. انا كده اشتغلت على الخرزه الفتحه الاولانيه والفتحه الثالثه، بقى في فتحه واحده بس في الاول هنا. تمام، ولكن خلي بالكم وكملوا معايا الفيديو للاخر، لان انا مش هشتغل بنفس الطريقه دي طول الفيديو. ركزوا معايا هنعمل ايه. عندي طرف خيط فوق وطرف خيط تحت، هاخد طرف الخيط اللي من تحت. بصوا نركز شويه هنعمل ايه. هاخد طرف الخيط اللي من تحت بصوا اهو، هسيب المرة دي هسيب كام فتحة؟ هسيب فتحتين. بصوا هسيب فتحتين ادي 1 2، وهدخل الخيط بتاعي في فتحة رقم رقم 3، او تعتبر كده رقم 4، من بعد من بعد من بعد الفتحة اللي طالع منها الخيط.
يعني اول مره بسيب فتحه واحده، تمام، مش بشتغل فيها. بعد كده بسيب فتحتين، بصوا اهو، اهو شايفين ازاي اهو كده. انا اشتغلت دلوقتي، انا الخرزه الفتحه الاولانيه دي سبت الفتحه رقم 2، اشتغلت في الفتحه رقم 3. تمام، بعد كده هعد 1 2 وادخل الخيط في الفتحه رقم 3 من ناحيه جوه هنا اهي. تمام، بعد كده هعمل ايه؟ هجيب طرف الخيط اللي من فوق واحط فيه خرزتين 2، خرزتين اهو. تمام، هرجع تاني في اخر خرزه. معلش لو بشرح بالتفصيل عشان في ناس بتبقى عايزه تشتغل يعني ايه، خطوه 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 كده ومبتبقاش فاهمه. تمام، خلاص انا كده طلعت طرف الخيط منين؟ من الحلقه اللي هي ايه، اللي اتكونت عندي دي. بعد كده نفس طرف الخيط هو هدخله تاني او هرجعه تاني في نفس الفتحه اللي انا طالعه منها. بصوا الخيط بتاعي طالع منين؟ طالع من هنا اهو. انا هرجعه تاني في نفس الفتحه اللي انا ايه، اللي انا طالعه منها، واشد كده للاخر، اشد. شايفين اهو، اشد كويس قوي فوق وتحت كده. تمام، وادخل العقده بتاعتي جوه الخرزه، اتاكد ان العقده دخلت جوه الخرزه. اشد كويس قوي، اهم حاجه بصوا بشد كويس قوي عشان الشغل يبقى معايا مشدود. هنلاحظ هنا ايه؟ هنلاحظ هنا ان فتحه، ان غرزه شغال، يعني سيبنا فتحه واحده والمره اللي بعدها سيبنا 2 فتحتين ما اشتغلناش عليهم. بعد كده هعمل ايه؟ هاجي من تحت، هقلب الفريم بتاعي واجي من تحت. هعمل ايه؟ بالخيط اللي من تحت هروح برضو اسيب فتحتين. بصوا انا بشوف الفتحه اللي انا طالعه منها فين، ادي ايه، دي كده الفتحه اللي انا طالعه منها. بعد بعدها 2، بعد بعدها ايه، بعد بعدها 2، ادي 1 2. في الفتحه اللي بعدها بروح مدخله الخيط بتاعي واسحبه كامل من ايه، من الناحيه التانيه كده. بعد كده هعمل ايه؟ برضو هروح واخده طرف الخيط اللي من فوق. بصوا طرف الخيط اللي من فوق دايما بمشي بيه ب2. اول السطر بنبتدي ب3 وبعد كده بنمشي 2 2 وايه، وننهي في اخر السطر برضو بخرزتين. انا دلوقتي طرف الخيط اللي من فوق حطيت فيه خرزتين 2 ورجعته كونت الحلقه اللي عندي دي. الحلقه دي هروح مطلعه منها طرف الخيط التاني اهو كده بمنتهى السهوله. هشد شويه وبعد كده هعمل ايه؟ قبل ما ادخل العقده في الخرزه، نفس طرف الخيط هو اللي طالع من الفتحه دي هرجعه تاني في نفس الفتحه. هرجع الخيط اللي من تحت ايه، تاني في نفس الفتحه اللي طالع منها الخيط، واشده كده من تحت كويس قوي للاخر. اشد للاخر قوي كويس اهو. وبعد كده اشد الاتنين عكس بعض وادخل العقده جوه الخرزه. كده عندي ايه؟ كده عندي تاني، عندي اول فتحه، اول غرزه سايبه فتحه، الغرزه اللي بعدها سايبه 2، الغرزه اللي بعدها سايبه 2، والمره دي بقى هروح سايبه فتحه واحده بس. هقلب الفريم بتاعي. تمام، هسيب بصوا اشوف انا طالعه الخيط بتاعي طالع منين؟ طالع من الفتحه دي، يبقى انا هسيب فتحه واحده بس بعديها وادخل الخيط بتاعي في الفتحه اللي بعدها اهو كده. اشد للاخر، اقلب الفريم واشد للاخر، وهكذا. اللي من فوق هشتغل فيه ايه؟ احط فيه خرزتين. بصوا يا جماعه، انا هبتدي امشي في اول السطر بسيب فتحه واحده، وبعد كده بسيب فتحتين فتحتين، وبعد كده ايه، بسيب فتحه واحده. تمام، وبعد كده بسيب فتحتين فتحتين، وبعد كده بسيب فتحه واحده. ولكن باجي في النص، بصوا الجزء اللي في النص اللي عند الكوره دي بسيب فيه 2 2 2. هنمشي مع بعض خطوه خطوه ونشوف هنعمل ايه مع بعض. انا قفلت هنا زي ما بقفل معاكم كل مره اهو. تمام، بعد كده هعمل ايه؟ انا المره دي سبت فتحه واحده، يبقى المره اللي بعدها هسيب فتحتين. هعد فتحتين كده فين؟ ادي الخيط طالع معايا من هنا، يبقى هقول 1 2 وادخل الخيط في ايه، الفتحه اللي بعديها، فتحه رقم 3 اللي بعديها. تمام، اتمنى يكون الشرح واضح. الخيط اللي من فوق زي ما قلنا هنشتغل عليه ب2. هنحط ايه؟ هنحط في 2 خرزتين اهم. اسفه لو انا بطيئه شويه او بقول تفاصيل، سامحوني، عايزه اقول كل التفاصيل بالنسبه للفريم. خلاص انا سبت فتحتين وحطيت خرزتين من فوق زي ما قلت لكم. بشوف الخيط بتاعي طالع منين واروح مرجعه نفس الخيط تاني في نفس الفتحه اللي طالع منها الخيط، واسحب كده من الناحيه التانيه. بعد ما اسحب كده كويس قوي هبتدي اشد كده كويس قوي ناحيتين عكس بعض وادخل العقده جوه الخرزه. اهم حاجه تراعوا الترتيب وانتوا بتشتغلوا يا جماعه. احنا الفريمات ممكن تبقى يديكي مقاس واحد، ممكن زي ما انتوا شايفين كده مثلا مقاس الفريم ده هيبقى مثلا زي ما انا قلت لكم 20. وقلت لكم تقريبا يعني ان الجزء الواحد النص دايره، الجزء الواحد اللي من هنا 54 فتحه مثلا تقريبا، انا على ما اتذكر يعني. لكن هتلاقوا برده في فريمات تانية لو انتوا اشتريتوها برده هتلاقوها نفس المقاس 20 سم، ولكن عدد الفتحات في الجزء الواحد مختلف عن اللي انا بشتغل عليه. فانتوا هتعملوا ايه؟ انتوا هتجربوا
هتجربوا كده في اول سطر ماشي، اول وتاني سطر هتشوفوا الشغل بتاعكم مظبوط يعني ماسك نفسه كده والسطر تمام وعدل كده، ولا لا معوج وفي خرزه داخله لجوه وخرزه طالعه لبره والدنيا بايظه. انتوا بتبداوا تجربوا في اول سطر وتاني سطر، وبعد كده لو تبداوا تظبطوا بقى ايه الشغل بتاعكم. تمام. طيب اول حاجه زي ما قلت لكم، انا الاول والله جربت ان انا اشتغل اسيب فتحه واحده واشتغل في فتحه في الفتحه اللي بعدها، واسيب فتحه واشتغل في الفتحه اللي بعدها، لقيت الدنيا مش مظبوطه. جربت ان انا اسيب فتحتين واشتغل في واحده وبعدين فتحتين واشتغل في واحده، لقيت الدنيا برده مش مظبوطه. فاستقريت على اللي انا بعمله ده دلوقتي معاكم. وانتوا زي ما انا قلت لكم شرحت لكم قبل كده، تظبطوا بقى حسب ايه الفريم بتاعكم. طيب انا هنا عملت ايه؟ انا قلت اول واحده سيبنا فتحه وبعدين اتنين وبعدين فتحه واحده وبعدين اتنين، برضو هسيب هنا فتحتين اهو، وادخل الخيط بتاعي في الفتحه رقم 3 واطلعه كده من الناحيه التانية واحط خرزتين من فوق واعمل الغرزه الرباعيه زي ما احنا اتعودنا اهي كده. بعد ما دخلت كده اروح قبل ما اعمل العقده، قبل ما احط العقده في الخرزه، برجع الخيط تاني في نفس الفتحه اللي طالع منها الخيط، واشد كده من الناحيه التانية كويس قوي. وبعدين بشد الخيطين كده عكس بعض، واحده اشد لفوق واللي تحت اشد لتحت واعمل كده وادخل العقده جوه الخرزه. تمام. بعد كده هعمل ايه؟ هكرر بقى اللي انا عملته ده تاني. اول حاجه بسيب فتحه واحده وادخل في الفتحه اللي بعدها. تمام. وبعد ما هعمل الرباعيه دي هسيب فتحتين في الغرزه اللي بعديها، او الغرزه اللي بعديها برضو هسيب فتحتين، وارجع معاكم تاني ونشوف هنعملها ازاي. شوفوا يا جماعه، انا هنا زي ما قلت لكم، لو احنا جينا من الاول، بصوا ادي واحد، هنا سبت واحده وبعدين سبت فتحتين فتحه واحده، فتحتين فتحه واحده. تمام. وبعد كده فتحتين. المفروض الدور دلوقتي ان انا اعمل ايه؟ اسيب فتحه واحده. انا كده هنا جيت ايه؟ جيت عند النص. لكن المره دي انا مش هسيب فتحه واحده، انا هسيب فتحتين اتنين. تمام. عشان يبقوا يبقى ايه؟ سايبه 3 جنب بعض، يبقى في 3 جنب بعض هنا، اتنين سايبه فيهم بينهم فتحتين، وبعد كده اشتغلت في التالتة. يبقى هنا كمان هسيب واحد اتنين واخش في التالتة. تمام. وطرف الخيط اللي من فوق بحط فيه اتنين. يعني هقول لكم انا السطر كله بشتغله اسيب فتحه، تمام، وبعد كده بسيب فتحتين فتحه، فتحتين فتحه لحد اخر السطر. بس باجي في النص هنا واروح مزوده ايه؟ واحده، اسيب فيها فتحتين، تبقوا 3 جنب بعض مش اتنين، علشان اعمل توسيع. تمام. عشان بس الشكل يبقى مظبوط معايا. اللي هم التلاتة دول، التلاتة دول سبت فيهم ايه؟ فتحتين اهو، ما اشتغلتش فيهم، وفي النص هنا كمان فتحتين. تمام. بعد كده هسيب فتحه واحده اهو، هقلب كده، هسيب فتحه واحده وادخل الخيط بتاعي في الفتحه اللي بعديها اهو، واقلب احط خرزتين من فوق، وهكمل لاخر السطر بنفس الترتيب اللي انا ابتديت بيه السطر. خلاص، بطريقه سهله وبسيطه، مفيش اي مشكله خالص. بكمل بقى كده لحد اخر فتحه. لو انتوا اشتغلتوا بالطريقه دي يعني، وكان عدد الاخرام بتاعتكم بنفس عدد الاخرام اللي عندي دي، هتلاقوا نفسكم اشتغلتوا على الفتحات كلها، ما سبتوش ولا فتحه من غير ما تشتغلوا عليها. يبقى انا دلوقتي سبت فتحه واحده بس ما اشتغلتش فيها، وبعد كده اشتغلت في اللي بعدها. بعد كده هسيب فتحتين فتحه، فتحتين فتحه، وهكذا لحد اخر السطر. هلاقي نفسي في اخر السطر هنا سايبه فتحه واحده بس، ايه، واشتغلت في الخرز الاخيره. هكمل كده وارجع لكم تاني ونشوف السطر اللي بعد كده هنشتغله. خلاص انا خلصت السطر كله اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا، خلصت السطر كله اهو. تمام. جيت خلاص هنا لاخر واحده، زي ما قلت لكم اخر واحده دي هتيجي معايا، هلاقي نفسي سايبه واحده بس، زي ما انا ايه ماشيه كده بالترتيب، اتنين واحده اتنين واحده. دي هتبقى في الاخر اهي. بس في الاخر طبعا انا هحط الخرزتين في طرف الخيط اللي من تحت، اللي من الناحيه التانية من بره، علشان اطلع سطر جديد. تمام. بطلع كده ايه اهو، بعمل كده الحلقه وادخل طرف الخيط التاني اهو، اشد كويس وادخل العقده جوه الخرزه. بصوا انا كده بقى خلاص مش محتاجه ان انا اشتغل على الفريم وهو مفتوح، هشتغل عليه وهو مقفول زي ما انتم شايفين كده اهو. اشتغل عليه وهو مقفول، هقفل كده. سيبكم من دي هتشتغل يعني ايه، هتتظبط بعدين لما نخلص شغل خالص. تمام اهو. تمام. بعد كده هعمل ايه؟ هروح جايبه الفريم كده. تمام. انا خلاص انا جايه كده من ناحيه الشمال اهو، اعملها اتنيها كده عشان اعرف اشتغل بس، عشان تبقى واضحه لكم. بصوا بقى، عندي طرف الخيط الشمال دوت اللي من ناحيه بره، هبتدي احط فيه 3 خرزات
ودلوقتي هابتدي اشتغل سطور رباعيه بطول الشنطه اللي انا عايزاه. باول السطر ببتدي ب3 خرزات اهو، تمام، ولان الطرف ده قصير والطرف طويل فانا هبتدي ابدل ما بينهم كده بالشكل ده كده. خلاص اهو 3 خرزات، وبعد كده طرف الخيط اللي من تحت طبعا دي خلاص مش هيبقى فيها عقده عشان انا بدلت بالخيط. طرف الخيط اللي من تحت همشي بيه خرزه واحده، وطرف الخيط اللي من فوق احط فيه خرزتين 2. هكمل بصوا هعمل سطور رباعيه عاديه جدا زي ما احنا متعودين لحد ما اوصل لاخر السطر، تمام، والف الشغل بتاعي واشتغل كده، افضل رايحه جايه بالسطور، افضل رايحه جايه بالسطور لحد ما اوصل ل طول الشنطه اللي انا عايزاها. انا هنا عملت 1 2 3 4 5 6 7 8 9، عملت هنا 9 سطور. هعمل هنا كمان 8 عشان انا عملت واحد اهو معاكم على الفريم، هعمل 8 وارجع لكم تاني نشوف نقفل بقى الشنطه بتاعتنا ازاي.